وكانت المفاجأة هذه البنت الصغيرة زينب بن يوسف التي لم يحالفها الحظ طبعا في التصفيات منطقة تيزي وزو، وقد جاءت من البويرة، وكانت دموعها غزيرة يوم علمت أنها أقصيت من السباق. شريط قصير مع زينب. ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم. هذه زينب بنت ال10 سنوات. زينب أمامكم مشاهدينا الكرام. لا أقول شيئا وإنما أترك المجال لصوت زينب يملأ الآفاق. زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا
قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والتحية والتجلة والسلام وأنت منهم إليك يا زينب. زينب، أنت في أي سنة تدرسين يا زينب؟ الرابعة قصيدة الخمس. السنة الرابعة ابتدائي. السنة الرابعة. وأنتم تشاهدون مشاهدينا الكرام أن زينب قرأت من أصعب جزء في القرآن الكريم، قرأت من آخر سورة الفرقان دون أن تتلعثم أو أن تتوقف. تحفظين كم حزب في القرآن يا زينب؟ 30 حزبا. ما شاء الله عليك. هذه أمامكم مشاهدينا الكرام مهدية، وقد تأهلت في التصفيات ما قبل النهائية أثناء إجراء التصفيات في مركز قسنطينة، وطبعا هي مدينة قالمة. مهدية، في أي سنة تدرسين مهدية؟ السنة الرابعة متوسط. في السنة الرابعة متوسط. وتحفظين كم جزءا من القرآن مهدية؟ 5 أحزاب. 5 أحزاب، ما شاء الله عليك. نستمع إليك يا مهدية. أنا من سيقترح عليك الآن لو نستمع إلى بداية سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. نستمع إلى مهدية مشاهدينا الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. إن أحصيناه كتابا. صدق الله العظيم.